الولد ربط كذا حبل في شجرة وبدأ يتدرب على المشي على الحبل، ومع الوقت وهو بيتعلم عدد الحبال تحت رجليه قل. أبوه كان بيراقبه من بعيد من غير أي فخر، مجرد تنهيدة. ابني مهرج السيرك. شغفه بدأ من وهو عنده 8 سنين لما شاف فرقة بهلوانيين كبار في مدينته الصغيرة، ومن ساعة ما السيرك مشي بدأ يتعلم المشي على الحبل لوحده. سنين بعد كده جاك دخل سرا سيرك عشان يتحدى حبل فولاذ على ارتفاع 10 أمتار. مدير السيرك جيمي قبض عليه، لكن لما شاف موهبته خلاه متدرب عنده. بعد شوية جاك اتطرد بسبب غروره، واهله ما وقفوش معاه، فساب البيت وراح باريس عشان يعمل اسمه. هناك كان بيعمل عروض شارع على عجلة واحدة. يوم من الأيام اتوجع جامد من ضرسه وراح لدكتور الأسنان، وهو مستني دوره شاف مقال عن قرب انتهاء أبراج مركز التجارة العالمي التوأم، وده شد انتباهه وبدأ يفكر في حبل فولاذ بين البرجين. جاك ضاعف مجهوداته في عروضه عشان يجمع فلوس ويسافر أمريكا، وهناك اتعرف على إيمي فنانة شارع اللي دعمت حلمه ورافقته في تدريباته كل يوم. في عرض قدام صديقه المصور الحبل الفولاذي اتفك فجأة، وده خلاه يعرف إن طريقة تعليقه مختلفة عن حبل القنب. رجع لجيمي يطلب نصيحته اللي علمه إضافة خشب على الأعمدة لامتصاص الصدمات، التأكد من كل حاجة قبل الصعود، وتقنيات العقد. بعد ما اتعلم كل حاجة جيمي عمل له اختبار في عرض فوق بحيرة، لكن سكان القرية ضحكوا عليه فخسر توازنه والعرض فشل. عشان يحافظ على صورته قرر يعمل عرض في كاتدرائية نوتردام في باريس.